السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل الكريب او العيش السوري بطريقه حلوه قوي هتعجبكم، موفر في البيت طبعا. بيرمي كميه كبيره قوي، نص كيلو من الدقيق بيعمل كميه كبيره قوي وحلوه جدا، وطعمه بيبقى حلو، ممكن يتاكل من غير اي حشوات كمان. تمام. معايا هنا ايه؟ معايا 4 كوبايات دقيق او نص كيلو دقيق. ده نص كيلو دقيق. تمام. انا جايباه من عند العطار. ده نص كيلو. معايا معلقه سكر ومعايا نص معلقه ملح. تمام. معايا ميه حسب العجن. بس 4 كوبايات دقيق بياخدوا حسب نوع الدقيق بياخدوا معايا 4 كوبايات وربع من الميه. تمام. حابه تحطي بيضه تمام، حابه تعملي بلبن. بس انا كنت عاملاه قبل كده بالزبادي، اقسم بالله العيال كلوه من غير اي حشو خالص، طعمه كان جميل جدا وما كانش محتاج اي حشو. تمام. حابه ان انت تحطي كوبايه زبادي عليه مفيش اي مشكله، بس انا عاملاه زي اللي بيتعمل في المطاعم بالظبط. بيتعمل ايه؟ بدقيق وميه وملح وشويه سكر فقط لا غير. تمام. هنبدا نقول بسم الله وهنجيب الخلاط بتاعنا. حابه تعمليه بالمضرب اليدوي مفيش اي مشكله، بس انا عاوزه انجز فهعمله. المقادير بتاعتي في الخلاط بتاعت الكريب، بس معلش المقطع الكاميرا كانت مقفوله فما خدتش بالي. تمام. انا حطيت في شفشه الخلاط نص كيلو دقيق، حطيت 4 كوبايات وربع من الميه ومعلقه السكر ورشه ملح، وكمان بعد ما ضربتهم حطيت معلقتين من الزيت لو انت حابه تضيفيه. تمام. في ناس كتير قوي ما بتحطش الزيت، بس انا بحب ان انا احط الزيت في قلب الشفشه بتاع الخلاط. وما حطيتش اكتر من ال4 كوبايات وربع من الدقيق، وده القوام بتاعه. حسيتي ان القوام تقيل مش زي اللي قدامك ده، زودي كمان ربع كوبايه ميه. تمام. اهو العجينه دي مش بتبوظ الحمد لله، بنقدر نعالجها. لو الميه زادت بنزود دقيق، لو الدقيق زايد بنزود ميه. تمام. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي اهو. هو ده قوام الكريب بتاعنا. تمام. انا عشان ضرباه في الشفشه فمش محتاجه ان انا اصفيه. بصوا ما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه. تمام. لكن لو انت عاملاه كده بالمضرب اليدوي لازم يتصفى. تمام. بس انا بريح دماغي الصراحه، بضربه في شفشه الخلاط، مش بيحتاج ان انا اصفيه. تمام. حابه اقولك على حاجه، انت مش عارفه تظبطي القوام بتاعه، هتعملي كده في المغرفه بتاعتك او الكبشه اهو. بصوا مش بيرجع يلم تاني. تعرفي كده ان مقدار الميه بتاعك مظبوط. تمام. تقدري تختبريه كده اهو. صفي كده عشان بس ماسكه التليفون بايد. تعملي كده اهو كده. تمام. خط خط ملمش تاني، تعرفي ان النتيجة بتاعتك مظبوطة والكريب بتاعك ناجح 100%، وبجد موفر جدا وبيعمل كمية كبيرة جدا. تمام. وانا شغالة حسيت ان الدقيق اتكتل والعجينة تقلت شوية، لان وارد ان يحصل معاكي الموضوع دوت. تزودي شوية مية بشوية مية كده لحد ما العجينة ترجع تاني زي ما بدأتي بيها في الأول. تمام. اهو هبتدي اجيب الطاسه بتاعتي، اي طاسه موجوده عندك بس ما ينفعش الومنيوم. تمام. تدهنيها كده مسحه من الزيت. لو هي بتلزق لازم تمسحي مسحه من الزيت. لو هي كويسه مش بتلزق خلاص مفيش مشكله. نبدا تسويه الكريب معايا اهو بالشكل ده. تمام. انا الطاسه بتاعتي سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ابتدي بقى اوزع بسرعه بالشكل ده. تمام. بصوا الاطراف اهي لما بتستوي بصوا بتفصل عن الطاسه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا اهو الطريقه. بصوا ابتدت تتحرك اهي. ابتدي في الوقت ده اقلب كده على طول، اشيلها اهي كده واقلب كده. تمام. 4 كوبايات دقيق او نص كيلو دقيق عليهم 4 كوبايات وربع من الميه، معلقه سكر، نص معلقه ملح. تمام. حابه تحطي بيضه، حابه تحطي لبن، اللي يريحك. انا كنت ناس وهما بيعملوا الكريب. تمام. هيلاقوا الكريبايه قبت كده زي العيش،
ما تقلقيش، ده معناه مش معناه ان هو فاشل معاكي ولا اي حاجه خالص. تمام. بصوا قابب زي العيش اهو، بصوا بيخرج الهواء منه بيرجع تاني اهو بالشكل ده، مفيش اي مشكله. تمام. ده بيبقى خفيف جدا وهش وطعمه حلو قوي. الكريبايه عامله ازاي. تمام اهو. انا حبيت اقول لكم برضو الموضوع ده والمعلومه دي عشان خاطر اللي حبايب قلبي البنات اللي لسه اول مره تدخل المطبخ وتلاقي الكريب قب معاهم يقولوا ده كده قلب عيش ولا حاجه. لا ما تقلقيش، مفيش اي مشكله. خلاص بعد ما خلصت كميه الكريب كلها، بصوا عايزه اقول لكم عامل كميه حلوه قوي. تمام. بتمن رغيف واحد هتشتريه من بره تقدري تعملي غدوه حلوه قوي للاولاد بعجينه الكريب في البيت، سهله وبسيطه ومش مكلفه. واي حشوه موجوده عندك، انا عندي فلفل الوان، كاتشب، مايونيز، جبنه موتزاريلا، فراخ ستريبس، بانيه، شاورما، بطاطس، اللي متوفر عندك تقدري تعملي. ممكن اجبان بس مع شويه فلفل، اي حاجه موجوده عندك تقدري تعمليها للاولاد والاولاد بيفرحوا بيها. تمام. كمان العيش، بصوا العيش عامل ازاي اهو، بصوا طراوته طري جدا جدا. تمام. بصوا كله زي بعضه اهو اهو. بصوا عايزه اقول لكم حلو قوي وموفر جدا في البيت. لما نعمل العيش ده في البيت حلو جدا اهو. عامل لنا بسم الله ما شاء الله كميه كبيره جدا. حسب حجم الطاسه بتاعتك تقدري تعملي كبير صغير حسب الحجم اللي انت تحبيه. تمام اهو. تقدري تحمريه اكتر من كده لو هتحبي تاكليه كده اجبان كده على طول، مش هتقليه تاني في الطاسه، مش هتحطيه يعني على الجريل ولا اي حاجه. تقدري تضغطي عليه في السوا كده تخليه لون كده. تمام. او ان انتي تخليه بالطريقه دي ابيض شويه عشان خاطر لما تيجي تعمليه كريب هياخد لون وهيحمر معاكي بسرعه وما يبقاش مر معاكي. تمام اهو. لكن من الاول لو انتي هتاكليه جبنه كده على البارد اديله اللون ده. تمام. عايزه اقول لكم لما عملته بالزبادي كان حلو جدا جدا، والاولاد كان بياكلوه بالجبنه كده على البارد من غير ما اقله لهم تاني، ما اديله تشويحه يعني. تمام. فكان حلو قوي وطعمه جميل جدا اللي بالزبادي، وده طبعا طعمه حلو لان ده بنعمله على الجريل. تمام اهو. تمام. فمش فارق معايا اذا كان طالع ابيض او واخد لون، لان انا هديله تشويحه تاني. تمام. عايزه اقول لكم اهو بجيب لكم من تحت عشان خاطر تاكدوا ان انا مش عشان التصوير، حتى الارغفه اللي انا عايزه اوريها لكم لا انا عندي بصوا كله زي بعضه. بصوا اهو. عايزه اقول لكم جميل جدا. بصوا بيرجع تاني اهو. عيش حلو قوي وينفع كالونوني تحطيه في الفرن، تعملوا حشوه وتحطي له بشاميل وتحطيه في الفرن يبقى جميل جدا جدا. تمام. انا مجهزه حشوه عندي نبتدي نعمل واحده. شيل بس الصينيه على جنب. هنا كده نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حطي كده كاتشب، مايونيز، اي حاجه ممكن، توميه اللي متوفر عندك. تمام. حط كده ايه كام قطعه جبنه كده موتزاريلا. الجبنه دي حلوه قوي اللي هي بتبقى قطع، بتبقى جميله جدا. ناخد شريحه فلفل اخضر واحمر واصفر كده بجد قيمه غذائيه للاولاد. ونحط كمان قطعه ستريبس كده بالطريقه دي اهي. ونبتدي نقفل الرغيف بتاعنا بالشكل ده اهو كده اهو زي ما انتم شايفين. ميني كريب بجد حلو قوي وهيعجبكم. تمام. انا مجهزه طاسه على النار سايباها تسخن. هعمل واحد تاني معاكم. مايونيز، كاتشب. تمام. طبعا انتوا عارفين ان الاولاد بتحب الحاجات دي، فاحنا نعملها لهم بدل ما يروحوا يشتروها من بره. فاحنا بتمن رغيف واحد نقدر نعمل لهم الحاجه دي في البيت بكل سهوله، ما تكسليش. تمام اهو. نبتدي نحط كده قطعه الستريبس.
ما تحطيش كابوتشا او خس عشان خاطر بيدبل تمام وما بيبقاش حلو، الاولاد بيخرجوه من قلب الساندوتش. فممكن انت تقطعيه وتخليه على جنب كسلطه، فبيبقى طعمه احلى ما تحطيه في الساندوتش. بصوا، حابه تزودي الخضار اكتر من كده مفيش اي مشكله تمام. فاحسن حاجه الامور الوسط. فكده بالنسبه لي الحشوه حلوه قوي بالطريقه دي تمام. هبتدي اكمل الكميه بتاعتي بالطريقه دي اهو. سندوتشات الكريب اهي، اوريها لكم في الاخر. بس لو وصلتي معايا لحد هنا خلصت الفيديو بتاع النهارده. عجينه الكريب بكل تفاصيلها، الحشوات زي ما تحبي بس مقادير حلوه قوي ومظبوطه. نص كيلو من الدقيق، عليهم 4 كوبايات وربع من الميه، معلقه سكر، نص معلقه ملح، معلقتين زيت في الاخر خالص. عايزه اقول لكم النتيجه بتاعته حلوه قوي وبيقطع كميه كبيره كمان. في حوالي 3 ترغفه لسه ما عملتهمش، بس بجد حلو قوي. ده بالبطاطس عشان عندي ابني بيحب اللي بالبطاطس بس، وده بالستريبس زي ما قلت لكم. عايزه اقول لكم حلو جدا وموفر في البيت. بس ما تنسينيش لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله.